جربت تروح معرض فوريفر از ناو بتاع الاهرامات؟ انا نايره ودي الباكت ليست بتاعتي. انا عند الاهرامات اهو خاصه اهو، ولكن كنت حاجزه في الباص بتاع المعرض بتاع RDG. اول حاجه ما عندهمش رقم، فانت لو دخلت 5 دقايق كده 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 السواق هيسيبك. تاني حاجه محدش من اللي بره اصلا عارف الباص ولا اي حاجه، وهم اصلا في RDG مش عارفه، بس غالبا مش منزلين صوره للباص، فانا برضو مش عارفه هعمل ايه، فهضطر احجز في بتاع الساعه 11. دي التواليت اللي جوه الكرفانات، هو فيها تكييف معرفش ليه. نظيفه بصراحه، نظيفه قوي. دي انا هغسل وشي وامسح دموعي وبعد كده هنكمل الفلوج. مين بقى قمر بعد استمرار في الساعي وغسل وشه وبطل عياط وعادي هيحجز باص الساعه 11 وهيستناهم من 10:30 على الباب. يلا بينا. ترويقة النهارده تحت الاهرامات، ومعايا الكلب ده، وسندوتشين الجبنه فيتا من عند ام مصطفى ب 15 جنيه الواحد. بياكل جبنه يا حبيبي، ده بياكل جبنه بجد. اكيد بعد الترويقه لازم نشرب كوبايه شاي معتبره عند جدي خوخ. وحجزت تيكت المعرض للمره الثانيه. المهم ان انا واقفه قدام الستيشن دي علشان اخد الباص عشان ما يفوتنيش بقى المره دي. ده الكلب اللي طلع على الهرم بس بقى بيخاف من الشهره. بص انا اسفه. اتعرفت على نداء من فلسطين، مستنيه الباص معايا. باي باي. بالك قد ايه مستنيه الباص؟ من الساعه 8 ان شاء الله نلاقي ان شاء الله. وبعد طول انتظار للاسف الباص ما جاش للمره الثانيه، وقررنا انا ونداء ان احنا نركب جمال قبل ما نشوف المعرض، وعشان كده خدنا عربيه تودينا لحد البانوراما. كويس. لا ما تصوتيش كويس جدا. ماشي. ازيك عامل ايه؟ هما ازاي زمان كانوا بيسافروا بالجمل؟ بجد ده صعب جدا، وسيله صعبه قوي. اختي جميله يا اختي وصلنا المعرض. شايفين الحروف دي ممكن ما نكونش فاهمين منها حاجه، بس دي الاغنيه الكوريه بتاعت الثوره، كتبها بالعربي كتبها بالانجلش بالكوري برضو اهي، واخيرا وليس اخرا كتبها بالهيروغليفي علشان يبين ان اللغه مهمه، علشان تربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. هنا الحاجات اللي الاطفال العالم كله كانوا راسمينها. لما بنيجي نلمسها بتنور وتعمل صوت على قد النباتات اللي بتطلع مننا. بص كده، المفروض بنحط ايدينا هنا فهي بتنور من فوق وبتطلع ساوند، بس هي بايظه. دي احلى حته ممكن تصوروا فيها عن الاهرامات، بس انا مش فاهمه الفكره خالص. هو قماش والله ما فاهمه فعلا. يلا بينا على الكائن الغريب اللي موجود هناك ده. ده حصان، وده فنان مصري اسمه خالد زكي هو اللي عامله، والارت بيس دي اسمها ريس، وانا بجد يعني I guessed it right عشان شكله مش بيوحي قوي ان هو حصان، بس انا كنت ذكيه جدا. الارت بيسز هما 12 ارت بيس، خلصنا منهم 4 وفاضل لنا 8. تعالوا نخلصهم قبل ما الشمس تيجي تحرقني. لقينا اكتر ارت بيس عجبتني دي. التو ديسكس اللي فوق دول هم كانهم الارث والسن،
في برضه زي ديسك صغير في النص اللي هو عند الانترنس. سادس ارت بيس. شايفين المركب دي بتبص على الشرق، دي بتبص على الغرب، والمركب دي كل يوم بتتكسر اكتر من اليوم اللي قبليه عشان هي معموله من الطمي. اما بقى البيس السبعه فهي جامده جدا، انا اوريها لكم دلوقتي. جماعه جس الارت بيس دي معموله من ايه؟ غلط، مش خشب، مش اي حاجه من اللي انتوا تفتكروها، ده حديد محروق. دي الارت بيس الوحيده اللي ينفع نلمسها نقعد عليها، جامده قوي. حاسه انا عايزه اشتري الكرسي ده اقعد بيه في البيت. المهم ما تدلعوش وما تقعدوش، يلا نقف علشان احنا ورانا 4 كمان، فاضلنا 4. هو استخدم فلو اوف تايم والتشينج اللي بيحصل في الوقت ده. بصي ما ينفعش تدخلي بينهم ولا تلمسيهم. شفنا 9 حاجات، مش هنقدر نكمل اكتر من كده لان للاسف احنا محتاجين عربيه او باص او حاجه كده، واحنا مش معانا. دلوقتي هشرح لكم ليه الباص بتاع ار دي جي حجزته مرتين وفي المرتين ما ركبتوش. ده انا كنت فاكره ان انا اول مره فوته، طلع ان انا ما فوتوش ولا اي حاجه. هو عمل حادثه الصبح. انا لما جيت احجز تاني الساعه 10:30 ادوني اكسس ان انا احجز عادي وكل حاجه تمام، فاستنيت الساعه 11 طلع بقى ان هو لازم هياخد وقت اكبر، بس هما ما كلموناش ولا اي حاجه ولا بعتوا لنا اي ايميل ولا اي حاجه، لحد بقى ما انا قلت ان انا هروح اشتكي في المكتب بتاع الشكاوي بتاع الاهرامات، وعملت ستوري لقيتهم كلموني يا فندم تعالي بكره والله وهنوديكي والباص مش هيحصل فيه مشكله تاني وحاجات كده. وبعدين قالوا ان هم هيعملوا لي ريفند. لا عايزه اقول لك انا والله ثانك يو فور ذا رايد. عامه جماعه الصراحه يعني الحمد لله تبنوني وهيروحوني لحد البوابه علشان ار دي جي ما جابوش اتوبيس زياده النهارده. بس ليه هو انت مرشده سياحيه اصلا؟ حنان مرشده. هاي حنان. انا والله العظيم اللي هو انا جايه هنا عشان ما امشيش. انا وليت مشوني كلنا يشيل الصوت مش حد في اي دوله دلوقتي مرتاح كله بيعمل. احنا في مصر يعتبر رحمه عن. المهم يا جماعه بعد ما ركبت معاهم طلع ان احنا رايحين نفس الطريق، صح كده؟ صح كده يعني احنا تقريبا نفس الشارع نفس كل حاجه بالظبط. احنا نروح واشوفكم في تجربه جديده، وهسيب لكم الانستجرام بتاع ساره تحت عشان تعملوا وحنان